السلام عليكم. المنتخب التونسي في مهمة صعبة ضد المنتخب النيجيري غدوة إن شاء الله 9 متاع الليل في فاس، في مباراة باش نحاولوا نحسموا فيها صدارة المجموعة لصالحنا. المنتخب التونسي بعد الانتصار الكبير في المباراة الأولى في الجولة الأولى ضد المنتخب الأوغندي بواقع 3 أهداف مقابل واحد، انتصار بطبيعة أداء ونتيجة عرفنا فيها نقاط القوة نقاط الضعف متاعنا باش نمشيو للمباراة الثانية بكل ثقة ونحاولوا ننتصروا في المباراة. هكا تقريبا جاء في تصريحات سامي طرابلسي اليوم على المباراة متاع غدوة هو ومنتصر الطلبي اللي اليوم أدلوا بتصريحات سامي طرابلسي حول سرتو التغييرات اللي باش تصير على مستوى تشكيلة المنتخب التونسي. قال اللي نحن حاضرين لمواجهة نيجيريا والمعنويات عالية خاصة بعد تحقيق الفوز الأول في المباراة الأولى. عدم تأهل نيجيريا لكأس العالم قال لك ما يغير حتى شيء في مباراة غدوة، تركيزنا منصب على الجوانب الفنية للمنتخب ومش على وضعية المنافس. سنكون في قمة التركيز والعطاء والانضباط من أجل تحقيق نتيجة جيدة. من جهة هذه من جهة سامي طرابلسي. من جهة التغييرات على مستوى التشكيلة قال سامي طرابلسي انه بالطبيعة انه يمن صحيح بانه التشكيلة الناجحة نورمالمون ما تتغيرش لكنها ماهيش قاعدة صحيحة بنسبة 100%. قادرين ان نحدثوا تغييرات نسبية وتكون صغيرة. قال لك انا مانيش من محبي التغييرات الكبيرة، ماذا بينا نعملوا تغييرات حتى كان مش يعمل تغييرات يعمل تغييرات صغيرة برشا وتكون يعني محدودة جدا. وبهكية نتمنى اني نكون نفهم الكلام متاعه انه ماهوش باش يمس التكتيك متاع المنتخب التونسي وباش يحاول انه يلعب بفاعليه ضد المنتخب النيجيري ويحاول هو يفرض اسلوب اللعب، لانه المنتخب الكبير المنتخب اللي جاي ينافس على كاس افريقيا للامم هو اللي يفرض الاسلوب متاعه على المنافس سيرتو في المباريات الكبيره اللي كيما هذه. نعرف اللي ضد المنتخب النيجيري باش تاخذ المباراه على فترات، ونعرف اللي في لحظات باش تلعب الهجوم وفي لحظات زاده باش تخلي الكره للمنافس وتلعب شويه الدفاع. نعرف الشيء هذا، لكن بطبيعه مهم جدا انك انت اللي تكون فرض اسلوبك، انت اللي متقدم، انت اللي ماشي وتهدد 100% في المرمى منتخب الخصم. فمهم جدا ان نحافظوا على الرسم التكتيكي بالنسبه لنا للمباراه القادمه. فانا نفضل تشكيله 4-3-3 ويمكن نفس التشكيله، يمكن التغيير الوحيد اللي نحب نراه يمكن في مكان الياس سعد نحاول نشارك التونكتي في مكانه، لانه التونكتي بصراحه حسيته تظلم في المباراة الأولى. وخلينا من أنه تظلم نتصور أنه قادر أنه يقدم الإضافة على مستوى الجهة اليسرى للمنتخب التونسي، يمكن أفضل شوية من إلياس سعد على مستوى التحركات، لأنه نعرف التونكتي يحبذ أكثر المواجهات واحد ضد واحد، يعرف يدريبل ويعرف يفسخ الديفونسيرات. هذا واحد. اثنين، السرعة متاعه قادرة أنها تعب الأريات دروا متاع المنتخب النيجيري، وبهكذا نجموا نحاولوا نركزوا بطبيعة. نعرفوا كلنا أنه نقطة القوة متاع المنتخب التونسي في الجهة اليسرى. التونكتي والعابدي يبدا قريب لهم حنا بعض، فنحن قادرين من غاديك نصنعوا فرص متاع اهداف. هذا التمشي اللي في مخي. من جهه اخرى الناس كلها قاعده تتكلم على انه المنتخب التونسي باش يدخل المباراه هذه بتشكيله كيما اللي دخلنا بها في المباراه المنتخب البرازيلي. اول سؤال نحب نساله للناس، ما تنجمش تقارن منتخب النيجيري بالمنتخب البرازيلي، ما تنجمش تقارن البرازيل بمنتخب حتى كاس العالم ما نجمش يترشح له. تفهم فيا؟ معناها حتى منتخبات متوسطه، ما نحبش نقول كلمه صغيره، قدرت انها توقف المنتخب النيجيري، ونحن مرعوبين كأننا باش نلعبوا ضد اقوى منتخب في العالم. شوف شيكويزي، شوف لقمان، شوف اوسيمان، شوف دراشلي، فهمتني؟ فنحن مرعوبين. اللي يعجبني اكثر الثقه اللي حكى بها منتصر الطلبي في الندوه الصحفيه اليوم. شنو قال انا حاضر مونتالمون لاي مهاجم، حاضر الاوسيمان والا الغيره باش نعمل مجهودي باش نوقف. يعني تسريح تفهم الرزانه نتاع الملاعبي هذه وتفهم المونتال القوي نتاع الملاعبي هذه. من شيره اخرى قال زاده نحب نكملوا الاولانيين في المجموعه. فظاهر لوبجيكتيف نتاع المنتخب التونسي ماهوش تعادل، الانتصار. مهم جدا للمنتخب ان شاء الله ان ننتصروا في المباراه هذه. فماذا بيا نتمنى انه تشكيله 5-3-2 هذه ما تهبطش، على خاطر برشا يقول لك لا لعبوا البلوك با وثلاثه التالي ذوكم باش يوقفوا ادامس ويوقفوا لك اوسيمان. بطبيعه بويسك عندك زوز اتاكونيت سنترال لازمنا نوقفوهم بثلاثه اكسيالات والى غير ذلك. لكن
حسب ما نتفكر حتى نفس التشكيله تقريبا لعبت ضدنا، مع نفس التكتيك لعب ضدنا في المباراه الفارته. منتخب النيجيري وقت اللي ربحناهم 1-0 بهدف النمس، نفس التشكيله معناها لعبت معاهم، وتقريبا انتصرنا في المباراه هذيك ب 4-3-3 ولا 4-2-3-1. فنحن قادرين ان على الاقل نحافظوا ونفرضوا الكوره متاعنا على المنتخب النيجيري. انا اصلا ما نجمش نقول لي انا جاي نلعب على تيتر ونلعب خايف ضد اي منتخب. اي منتخب لازمك انت تفرض الكوره نتاعو، مش تتمشى وتتلون على كل منتخب تبدل له. معناها انا اليوم نلعب 5-3، غدوه نرجع نلعب 4-3-3، بعد 4-2-3، بعد 4-4-2، كل واحد يغني على ليلاه كما قال. قبل ما نكملوا مع بعضنا الحلقه هذه، فما تعليق جاني نحبكم تشوفوه، خاطر عرفتك كان جاء فما كلمه لليأس وللحطام، معناها كما قلنا احنا تعبير للحطام. راهو السيد هذا اللي كتب لي التعليق هذا، باش نقراه لكم التعليق وباش يظهر لكم انتم. تونس باش تخسر ماتش جي كالعاده. شوف قطعا يحكي قطعا، تونس ما تعطيك زوز ماتشوات ربح باش كيفاش هي نعديو ماتش خايب، وتونس باش تقبل وباش نخسروا، هذا مؤكد ما فماش كلام. سيد قرر، فهمتي، شوف في المستقبل جنات العراف، فهمتني. نشوة اللاعب التونسي مازالت في اوغندا، يسخينا مازلنا نلعبوا بجوارات من البطوله. السيد باش يقول لي نشوة اللاعب التونسي، ما يعرفش اللي جماعه جايين من جمعيات وناس بروفيسيونيل وناس تعرف ايش تعمل. فريمون تلمون استنسنا بالحطام والهم، وتسمع كان كلمه حذيري مع المنتخب. السيد مازال غاديك، مازال في البارتي هذيك، فهمتني. قال لك العامل النفسي، تقول لي احنا متفوقين يا اخي، كيفاش تونس تونسي وتقول هالكلام؟ معناها تونسي معناها ما عندوش الحق يكون بوزيتيف، لازمك تكون متحطم ونيجاتيف وتاكل في الضرب وتقول ميسالش، عرفتك تاكل في الضرب وتسكت وكهو، فهمتني. قال لك اللاعب التونسي نقطة ضعفه العامل النفسي. قلت لك تونس ما تربحش زوز ماتشوات ورا بعضهم، مقرر السيد. انا كتب لي فقره، اقوى فقره حطام، صدقني انا انسان نقرا لي كومنتير الكل على فكره، معناها اي واحد يكتب لي تعليق راني نقرا، فهمتني. فريمون اقوى كومنتير حطام ريتو في حياتي، قد ما حليت انا فيديوهات، قد ما حليت باجات، قد ما كتبت كومنتيرات، عمري ما ريت كومنتير هكا. رايكم بربي في التعليق هذا في السيد هذا؟ اسكو شيء وقف المخ حاسين. نكملوا مع بعضنا، فما حاجه صارت في البلاتويت بربي، خاطر نكملوا بعضنا ساعة على إريك شيل قال لك تونس منتخب كبير ومرشح للفوز باللقب. والله شوف أكي يكبر وكل، فهمتني، هو ما عنده وين هرب. أنا بالنسبة لي أنا المنتخب النيجيري ساعة قاعد يعاني على مشاكل داخلية كبيرة. اللي ما تفرش في مباراة تنزانيا فات واشترى عمره، ما يعرفش قديش المنتخب النيجيري ضعيف برشا على المستوى الهجومي والدفاعي الزوز. كيفاه يلبح نيجيري هاي باب وربحوا 2-1 ماتش هاي باب صحيح، لكن نيجي نقول لك اللي يتفرج في الماتش يفهم انه كل لاعب يلعب على المستوى الهجومي يلعب الروحه اكاهو، معناه كل واحد يضرب على دربوه، كل واحد قاعد يحاول يمركي ويحاول يظهر في روحه اكاهو. معناها في هجمه واحده ما تلقاش 5 تمريرات بينات بعضهم، صعيب ياسر تلقاه، فهمتني، الا للضروره القصوى، معناها عرفتك سيبون الثر، فهمتني. اما انهم شلبهم بعضهم وفما تكتيك واضح، ما فماش حتى تكتيك واضح للمنتخب النيجيري. دفاعيا هش وكارثه باتم المقاييس، وتنزانيا كانت قادره تعدل في اكثر من مناسبه، وتنزانيا اصلا عدلت من بعد ما تمركي لها البونت الاولى، اول ما دخلنا الشوط الثاني عدلت، معناها فريمون باسامي، معناها ما نحبش عرفت نقلل من المنتخب ولا حاجه، لكن المنتخب التنزاني معناها ما عندوش كوره، فهمتني، لكن بطرف نظام، بطرف كورتين برك، جملتين تكتيكيه كما نقولوا نحن بوسط، ابسط ما فما في الكوره في التكتيك، ادخل وعدل. المنتخب النيجيري وكانوا ينجموا يعدلوا مره ثانيه بعد 2-1، كانوا ينجموا يعدلوا، ضيعوا برشا، ونيجيريا زاد ضيعت، خاطر كل واحد يحب يشوت وحده، كل واحد يحب يماركي وحده. من بعد حتى كي خرج اوسيمان شفنا إريك شيل مدلو يده للمصافحه، واوسيمان ما حبش يصافحه. تفهم انت وحدك المشاكل الداخليه في وسط المنتخب هذا. دونك ما نعطيوش للمنتخب النيجيري اكثر من حجمه، نلعبوا الكره نتاعنا وما نحشموش. شنو هي اخي بحاجه تنجم تصير؟ نحن اصلا ما فماش حاجه تنجم تخوفنا، خاطر حاليا بالتشكيله اللي لعبنا بها في المباراه الاولى واضح جدا انه كان دخلنا بها في المباراه هذه، راهو اخي بحاجه تنجم تصير. وعلى فكره نجم نشوفوا كوره احلى برشا من المباراه الاولى. علاش؟ خاطر المره هذه باش نلعبوا مانيش تحت الامطار،
دونك الملاعبي ماهوش باش يلعب عينيه هكا مغمضه شويه من المطر، باش نلعبوا فهمتني كوره. الكوره نتاعنا الكوره باش تمشي بيان سور احسن كي تبدا الكوره ماهيش في المطر، بالطبيعه نبداو احسن باش نشوفوا كوره مخير ان شاء الله من المنتخب التونسي. دونك اخي بحاجه تنجم تصير تعادل لا قدر الله ان شاء الله نربحوا، انا نحب الربح بصراحه فهمتني. بقات حاجه الاخرانيه جماعه البلاتوات خويا الغالي، ايست منهم بالرسمي، قلت تو يمشي ورا الواحد، اما برجوليه كي نسمع انا كلام كيما هكايا معناها بربي نسمعوا من بعضنا ذي. انا عندي معلومه اللي مش شخصيا، لان انا باش نكون واقعي في ناس اخرين باقيين انا كنت نقولها وفي بالي شبيه اللي هو جمال الامام ولا عندنا ما نعرفش انا خلخال بدري ولا في بنيش بيه اللي هو جمال الامام والا عنا البدري ولا طريقه. يا اخي شنو اللي بينه وبين العاشوري؟ شنو مشاكلك مع العاشوري ولا شنو مشاكلك مع الملاعبيه اللي ينشطوا لبرا يا اخي؟ ولا عندك اسامي تحب تفرضهم بالسيف ولا ما فهمتش يعني. شنو مشاكلك معاهم يا اخوي؟ انا عمري ما ريت واحد بالغل هذايا وقت اللي انت ليه، وانا والله قال لي هاو قال لك من بعد انا نفرح له كان يظهر ويعمل كان باهي، ورينا لي انت ان جران جوور وبرا يا سيدي. ماهوش محتاج اصلا انه يوري لك اللي كنت انه جران جوور، خاطر هو سي بون سيد يلعب في الشامبيونز ليج، ماهوش يلعب بحذاك في البطوله. هذا واحد فهمتني. اثنين، السيد عاطي ما عنده مع المنتخب التونسي ورا هذا في اكثر من مره، واذا ما وراش هذايا راهو يا اما ظلموا المدرب في التكتيك في لي انستركسيون تكتيك فهمتني، يا اما فما مشكله داخلانيه وهو ما حكاهاش وقتها. اما راهو باش انك انت تحكم عليه وتفرض انك رايك راهو سي بون هذاك ما نجحش معايا سي بون، ليه ما فماش حتى سبب يخلي ملاعبي ينجح مع الفريق نتاعو لبرا ويجي للمنتخب وما ينجحش. اللهم انت ما خليتلوش الظروف ولا ما هيأتلوش الظروف فوالا للنجاح نتاعو. فديجا تشوفوا كيفاش موتر وهو يحكي عليه، معناها من بعد انتصار كي من هكاك الشعب شيخ، الناس شيخه والامور شيخه، كان جماعه البلاتوات عزيهم يقبلوا العزاء، عزيهم يقبلوا العزاء. نخلي لكم التعليق بربي على الكلام هذايا ونمشيو مع بعضنا لتشكيلة المنتخب التونسي اللي باش تلعب المباراة القادمة. بالنسبة للتشكيلة عندنا تشكيلتين مع الأسف، وانزل على كلمة مع الأسف برشا. المنتخب التونسي وعلى حسب بطبيعة آخر الأخبار نتصور انه سامي ترابلسي باش يغير في التشكيلة الأساسية للمنتخب في للمباراة القادمة. على حسب كلامه واضح جدا انه فما تغيير ولو بسيط على التشكيله. التغيير هذا ينجم يكون على مستوى الملاعبيه فقط مش على مستوى الرسم التكتيكي، وبهكايا باش تظهر لكم التشكيله هنا. المنتخب التونسي باش يدخل بتشكيله ايمن دحمان، فاليري والطالبي على فاليري والعابدي على الأروقة، باش يلعبوا الطالبي وبرون في اللاكس. في وسط الميدان السخيري وسيسي ويلعب حنابع المجبري. على مستوى الهجوم لربما يقصد في التغيير متاعه في اللعب العاشوري باش يلعب على اليسار، يمكن يهبط الغربي على الجهة اليمنى وكمهاجم صريح المستوري. لكن في الشيرة الأخرى باش نحكيو على التشكيلة اللي برشا ناس بتباع حكيو عليها واللي هي تتمثل في 5-3-2. المنتخب باش يدخل بمرياح مع الطالبي وبرون على مستوى اللاكس، العابدي وبرون او العابدي وفاليري على لي كولوار، وباش يلعب السخيري وفرجاني سيسي وحنا بعل المجبري في الوسط، وقدامهم الياس العاشوري وحازم المستوري. قولوا لنا شنو تفضلوا بين التشكيلتين وشنو رايكم في المباراة، وهل قادر انه المنتخب التونسي ينتصر على المنتخب النيجيري؟ شخصيا نجم نعطيكم بريدكشن متاع يعني متاع زوز نتائج. في نظري انا لو نلعبوا 4-3-3 ونفرضوا الكرة متاعنا، تونس قادرة تنتصر هدفين مقابل 0 أقل حاجة ضد المنتخب النيجيري. ولو نلعبوا بال5-3-2 ممكن ياسر نخرجوا بنتيجة التعادل. رايكم انتم في الكومنت، ما تنسيوش اللايك والاشتراك. السلام عليكم ناس كل.